السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة حكيم فود. اليوم نديرو فيها بربي ان شاء الله بيوري بلونتركوت نتاع الخروف. واش نحتاجو بطاطا، فهمتني، نزيدو معها كيما نقولوا شويه شامبينيون فريش كيما نقولوا قصيناه اون جوليان. لهنا عندنا باطا نتاع كيما نقولوا ثمن قطع نتاع فروماج. ولهنا نحتاجو الزبده. ونبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. لهنا ديجا حطينا الماء نتاعنا يسخن باش كيما نقولوا نغليو البطاطا نتاعنا. بون لهنا نجيبو زوز ورقات رند نحطوهم في الماء، نزيدو معاهم شويه نتاع ملح. فوالا نحطو شويه ملح لهنا، نحطو البطاطا نتاعنا لهنا كما نقولوا حتى الطيب خلاص، نعاودو نرجعو له. بون لهنا نشوفوا معنا طلع البطاطا نتاعنا، نهزو كعبه كيف هكا سي بون. هكا البطاطا تاعنا واجده، درك نصفيوها من الماء نعاود نرجعو له. بون وهي هكاك سخونه من بعد ما صفيناها بعد نبداو نمعسو فيها لهنا. فوالا كيما راكم تشوفوا هذايا قاعد كيف الشبكه كيما نقولوا. فوالا بشويه بشويه ومن طون راهو قاعد يخرج من اللوط. فوالا هذا بار اكزومبل اللي ما عندوش مثلا الرحايه كيما راكم تشوفوا هكا. نوريكم مليح لهنا، شوفوا معنا كيف راهو قاعد يخرج. نكملوا ونعاودوا نرجعوا لكم. وهي هكاك تكون كيما نقولوا سخونه لهنا. من بعد ما رحيناها شويه نجيو نحطوا من طرف نتاع زبده يكون مليح. فوالا كيف هكا، ونبداو نجيبوا الباتور نتاعنا. فوالا كيف هكا، ونبداو نضربوا فيها بشويه خلاص. فوالا من بعد ما ضربناها كيما نقولوا مليح نجيو لهنا ونضيفوا لها شويه نتاع حليب. نضيفوا الحليب نضيفوه بشويه برك باش ما تجيناش جاريه. فوالا هنايا نجيو نحطو هذاك الفرماج نتاعنا اللي هضرنا عليه قبيل، 8 قطع نتاع فرماج. كل ما تزيد لها الفرماج كل ما تجي بنينه. ونزيدو لها شويه مثلا نتاع شويه برك فلفل لكحل هكا، ونكملو نخلطو البيوري نتاعنا. فوالا لنا كملنا. شوفوا الله يبارك كيفاش جات معنا. فوالا هذه هي التكستور اللي لازم تكون في البيوري، ما تكون جاريه ما تكون شايحه خلاص كيف هكا، خاطر اللي تجي جاريه بزاف تولي ما تقدرش حتى تاكلها، تطيح لك من الغرفه ولا من الفرشيطه. فوالا كيف هكا، هذه هي التكستور اللي حاجتنا بها. فوالا دركا نروحوا نبداو في الغارنيتور نتاعها واللحم باش نطيبوه مع بعضنا. بون شوفوا لنا نعطي لكم استيوس برك باش تغارديو البيوري نتاعكم كيما نقولوا تكون مدايره، تكون تقعد لكم ديما سخونه. لا تشعلوا عليها تشعلوا عليها الماء اللوط كي البان مارين هاك، وتخليو الفابور هذيك هي اللي تخليها لكم ديما سخونه باش ما ترجعوش من بعد تسخنوها مثلا في كاسرونه ولا اخر. لهنا هكاك تشعلوا عليها من اللوط وتخليو الفابور هذيك هي اللي تخليها لكم سخونه، ومام طون تغطيوها من الفوق وسي بون. بعد حتى الوقت اللي تبغاو تستعملوها وتكملوا مثلا لي زيتاب الاخرين تجيو تلقاو البيوري نتاعكم مازال سخونه. بون لهنا نجيو نحطوا طرف نتاع الزبده. فوالا كيف هكا نذوبوه خلوه يذوب مليح. نزيدو معهم شويه نتاع الزيت، ما نكثروش، يجي شويه برك باش ما تحرقناش الزبده نتاعنا. فوالا كيف هكا. دركا واش نديرو، نجيبو عندنا شويه سناليه وشويه كورجيت نحطو نصوتيوهم مع بعضهم. هذوما دي غارنيتور باش يمشيو مع البيوري نتاعنا واللحم. فوالا لهنا نملحوهم شويه، نحطو لهم شويه ملح. فوالا نحطو لهم شويه فلفل لكحل يعني كيف. فوالا هذوما جوست باش نديرهم في الغارنيتور ومن طون يعطيونا بنه ولا اروع. فوالا
في نفس لابوال بعد نجيو لهنا نزيدو شويه زيت ما نكثروش. فوالا كيف ما هكا نخليوه يسخن معنا ونجيبو خليه يسخن مليح ونجيبو لونتركوت تاعنا ونحطو يتقلب. فوالا نمحوه شويه. بون هنا عندنا التوابل نتاع المشوي سي بون. نديروهم شويه عطيونا بنه مليحه. فوالا بون دركا من بعد ما طاب اللحم بون نجيبو نحطو لنا ثاني شويه زبده ونجيبو شامبينيون تاعنا ونصوتيو هكا. بون لهنا نجبدوه شويه بار. نجيبو البصله تاعنا كنا قصيناهم بيدي حتى هي نذبلوها شويه. بون لهنا من بعد نتقلى معنا نجيبو نحطو شويه كريم فريش. فوالا هادي تكون الصوص اللي راح نرافقوها مع البيوري نتاعنا. وهذه هي الريزلت كما راكم تشوفوا بصحتكم. ما تنساوش ديروا لنا جيم وبارطاج وحفظ الفيديو ونتقابل في فيديوهات اخرى. سلام.